سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مواطن مصري. النهاردة معانا حلقة خاصة ومنوعة، وكمان معانا فقرات فنية هيكون فيها معانا المطرب والفنان خالد بيومي، وكمان معانا فقرة للشاعر حسام المتعب. أحب أفكركم بفقرة طبيبك الخاص اللي هيكون فيها معاكم الدكتور صلاح زغلول، أستاذ الضغط والقلب والأوعية الدموية. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني. خلص الكلام يا بشر، انتهى وقت العتاب، ما كفاية اللي جرالي من الأهل ومن الصحاب. خلص الكلام يا بشر، انتهى وقت العتاب، ما كفاية اللي جرالي من الأهل ومن الصحاب. خلاص نويت من بكرة افتح كشف الحساب، وحقي هاخده منهم زي ما قال الكتاب. خلاص نويت من بكرة افتح كشف الحساب، وحقي هاخده منهم زي ما قال الكتاب. خلص الكلام يا بشر، انتهى وقت العتاب، انتهى وقت العتاب. عشان ما انا قلبي طيب بقدر كل الناس، اعملهم بالمحبة بالود والاخلاص. عشان ما انا قلبي طيب بقدر كل الناس، اعملهم بالمحبة بالود والاخلاص. اتاري عايش في زمان الطيب في بينداس، اتاري عايش في زمان الطيب في بينداس. والكل يجي عليا يسقوني كاس العذاب. خلص الكلام يا بشر، انتهى وقت العتاب. والقاسية حكون أستاذ كبير، وأعلم قلبي يقسى وقت اللي فيه الضمير. في الغدر والقاسية حكون أستاذ كبير، هعلم قلبي. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. ورجعنا لكم من الفاصل، ومعانا ضيف حلقتنا النهارده الفنان والمطرب خالد بيومي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك استاذ احمد. والشاعر حسام المتعب. اهلا بيك يا استاذ حسام. استاذ خالد، نورت برنامج مواطن مصري يا فندم. يا مرحب بيك ومرحب بكل مستمعينك ومشاهدينك. تحياتي ليهم، وان شاء الله نكون وقت يعني لطيف معاهم وخفيف على قلبهم ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم.
تحب تقدم ايه حضرتك يا استاذ خالد بمناسبة هذا اللقاء الجميل؟ يعني طبعا احنا بنرحب بكل المشاهدين، فممكن يعني نقول لهم حاجة كده بتقول دي ليلة ورد يا حبايب، دي ليلة أنس يا قرايب، دي ليلة ورد يا حبايب، دي ليلة أنس يا قرايب، مسا الأنوار يا أسمر، مسا الخيرات يا أشقر، مساء المسك والعنبر، في ليلة ورد وليلة أنس يا حبايب. الله، كل حبايبنا اللي بيسمعونا النهارده الزمن الجميل مع الاستاذ خالد ربنا بيوم. يخليك، الله يكرمك. استاذ حسام، تحب تقدم فقرة في برنامجنا؟ ان شاء الله، دي شرف اتفضل. ليا وعظيم. اتفضل يا فندم. النهارده ان شاء الله. يعني اليومين دول بمناسبه الشهداء، اللي المصريين كلهم عايشينه. تمام، في حاجه عندي مناسبه لحاجه كده. جميل. بتقولي بقى: وشربت نارك حبيبي، وشفت الذل قدامي، منه لهيبي، ومن الحسرة ياني، دمي بينزل مكان الدموع، نار وأيدة بين الضلوع، وما شفتش لنهاري سطوع أو حتى ضوء للشموع. ببكي بصوت عالي، ببكي وعمري راح، دم الحبيب غالي وجسمي كل جراح. كنت حابة يا حبيبي، كنت حابة يا حبيبي يومي قبل يومك، ولا دوق المر بعيوني أو تنزل دمع علشانك. فبالرغم من النار الشديدة، نار بتدوب في الحديد، البطل العنيدة وعايزة حق الشهيد. وزي ما قتلوك بغلهم، وزي ما حرقوني بجهلهم، ونار قلب لذلهم، وبرد نار بدمهم. دم بينزل مكان الدموع، نار وأيدة بين الضلوع، وما شفتش من نهاري سطوع أو حتى ضوء للشموع. وشربت نارك حبيبي. الله، جميل. ايه رأي حضرتك في الشاعر حسام المتعب؟ يعني طبعا هو يعني طبعا بيتكلم في الشهيد، واحنا كلنا مجروحين طبعا، وكلنا يعني الفترة الايام اللي فاتت دي ال 12 شهيد بتوعنا اللي كانوا على ارض سيناء. يعني بيتكلم في حتة يعني وجعنا كلنا، وجع كل المصريين. يعني انا يعني بفرح من الناس اللي هي بتكتب في حاجات بتمس قضايا المجتمع وقضايا الوطن يعني. تمام. فكتر خيره ان هو يعني طبعا افتكر الشهيد، طبعا يعني كلام كويس، وربنا يوفقه يا رب بجد يعني. يا رب. استاذ خالد، الايام دي انتشر الفن بصورة غير عادية. ايه رأي حضرتك؟ الفن الهابط بقى. الفن اللي هو الهابط، انا بتكلم عليه. يعني طبعا يعني مصر ام الدنيا، وان شاء الله يعني هوليود الشرق. تمام. مصر يعني زي ما بتتحارب سياسيا واقتصاديا، بتتحارب فنيا كمان من بعض الدول، يعني اللي هي من كل همومها انها تسحب الرياده من تحت الفن المصري. الفن المصري كان يعني بيجيب لك دخل زي القطن زمان. الافلام المصريه لما كانت بتتباع في الدول العربيه بتسوق كويس وبتتذاع على كل القنوات وفي السينمات في الدول العربيه كلها. فالفن المصري ده يعني حاجه قيمه جدا. وزي ما حضرتك قلت يعني في ناس بتحاول تحارب الفن، وفي ناس بتحاول تحارب الفن المصري، لكن ان شاء الله لم ينالوا من المصريين ومن فن المصريين شيء. يعني احنا طبعا عندنا نقابه المال الموسيقيه، لما يكون على رأس هذه المنظومة فنان بقيمة وقامة الفنان الكبير أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، طبعا فكل الناس مستنية منه لما يكون على رأس هذه المنظومة عودة زمن الفن الجميل. وإن شاء الله يعني أنا شايف إن الفن راجع، اهتمام الدولة بالقوى الناعمة، يعني عودة عيد الفن بعد 30 سنة من ما كانش بيتعمل انقطاع في عهد طبعا السيد الرئيس المستشار عدلي منصور. كان بقاله 30 سنة ما بيتعملش. ان هو يرجع فده يعني ده ضوء من الدولة واهتمام من الدولة بالقوى الناعمة والفن. الفن اللي هو ألهب حماس المصريين في الثورات بتسلم الأيادي وبشرة خير، والناس وقفت في الميادين، اتجمعت، اللي كانت خايفة على مصر اتجمعت على هذه الأغاني اللي يعني
اللي انقذت مصر من يعني هي محفوظه ان شاء الله زي ما جت زي ما جاء في القران. فيعني عايز اقول لك يعني ما تزعلش، والفن الجيد والفن الجميل ان شاء الله راجع تاني، اهتماما من الدوله، اهتماما من الفنانين نفسهم، والنقابه اساسي. والنقابه. بس هو يعني زي ما قلت لحضرتك واحنا قاعدين يعني قبل ما نخش البرنامج، هو يعني ان انت تتحكم ازاي في الانترنت، وازاي تتحكم ازاي في القنوات الفضائيه تمام، اللي هي بتذيع حاجات يعني مش كويسه او مخالفه. هو ده يعني لو ان شاء الله الدوله طبعا عليها اعباء كتير في حاجات كتيره، لما هتحط ايدها على الحتتين دول ان شاء الله، ان يبقى اللي يحط على اليوتيوب او يحط على القنوات حاجه تكون حاجه جيده محترمه. زمان يا استاذ احمد انا عشان كنت اعمل البوم كاسيت، كان الكلمات بتروح المصنفات الفنيه تتراجع ويمضوا عليها ان هي رجعت، ويدوني تصريح او يدوا للشاعر تصريح ان الكلمات دي مجازه عشان واعتماد من اتحاد الاذاعه والتلفزيون. بعد كده بتروح الكلمات تتلحن، وبترجع تاني حاجه اسمها لجنه استماع اللي حضرتك بتقول عليها دي. لجنه استماع دي بيبقى عباره عن لجنه بيستمعوا للكلمات مع اللحن، وبيشوفوا كل لفظ طالع هل في ما يخدش حق الناس او يضايق الناس او كده. لذلك كنت زمان ما تلاقيش اي حاجه من الحاجات دي. مع انتشار الفضائيات وانتشار النت، والنهارده كل اللي عامل حاجه في استوديو تحت السلم بيقدر يرفعها على اليوتيوب. ده اللي وصلنا لكده. لكن ان شاء الله الدوله من خلال المصنفات الفنيه، من خلال النقابه، من خلال وزاره الثقافه، لما تحط ايدها على الكلام ده كويس، ان شاء الله الفن الجميل يرجع تاني، وان شاء الله مصر زي ما قلت لك ونرتقي بالذوق العام بامر الله ان شاء الله. طبعا ويكون ده عندنا مستمع يعني بالفعل. ده كل املنا، دي حقيقه. تمام يا فندم. ايه رأي حضرتك في معظم الاغاني اللي بدأت تنزل في الافلام او في الاعلانات زي صاحبت صاحب ما هو انا يعني خلينا نتكلم. ما هو ده يعني انا مش عايزين نجيب. هل دي بتسمع مع الناس او بتسيب بصمة؟ بتاخد وقتها يعني اي حاجه وتنتهي. اي حاجه من الحاجات دي بتاخد وقت بسيط جدا وبتنتهي. يعني لو جيت بعد فتره بسيطه قلت لاي طفل من اللي هو بيردد الحاجات دي، ودي هي مشكلتنا كلها، ان الاطفال بتوعنا بيرددوا. تمام. وبيرددوا الالفاظ او العبارات اللي بيقولوها، او بيرددوا يعني بيحاولوا يتقلدوا بحاجه معينه، زي مثلا يمسك سنجه مش عارف ايه. الحاجات دي هي اللي مخوفانا، وهي دي اللي مخلينا حاطين ايدينا بتأثر على السلوك العام. طبعا ده النشء اللي بيطلع، وده يعني ده الجيل اللي هيطلع يشيل بعد مننا وبعد مننا. جميل. فانا قصدي اقول لحضرتك يعني الحاجات دي ان شاء الله، يعني انا بقول للناس راعوا ربنا فيما تقدموه على الشاشه، لان في اطفال صغيره بتطلع تتعلم من هذه الاشياء، يعني بتاخد قيم مش حلوه، وبتاخد يعني انطباعات مش حلوه، وبتتقلد بحاجات مش حلوه. يعني اذا اردت ان تتعرف على حضاره شعب، استمع الى موسيقاهم. حضاره شعب، يعني الموسيقى دي بتسمو بالانسان، وبتسمو بوجدانياته، وبتسمو باخلاقه. يعني انا يعني حاضرني في حاجه احب اقولها لمشاهدينك الكرام. انا كنت مره بتكلم مع المايسترو سليم سحاب. طبعا مايسترو كبير وله كل الاحترام والتقدير، الزمن الجميل. فالراجل بيتكلم في حاجه، يعني قال لي كان في حد بيتأجر انه يقتل ناس في سوريا، يعني يقتل ناس من خلال هو معاه بندقيه. البندقيه دي بتلسكوب، فالناس بتتأجره. يعني بيقولوا له مثلا هنديك $5000 بس تموت لنا فلان الفلاني، فبيموتوا بالبندقيه بتاعته، والتلسكوب بيصور ان هو توفى، وبيروح يقبض المكافأة بتاعته. هذا الرجل جه عليه وقت من الاوقات يعني زهق الحياه ديت، وزهق ان هو يضل يقتل، وساب الموضوع دون، واتجه ان هو يروح يتعلم موسيقى. وصل لمرحله يا استاذ احمد ان بيقول ان انا كنت بخاف ادوس على الصرصار ازهق روحه. يعني شوف الفن هز بنفسه قد ايه، وخلى مشاعره تسمو لدرجه ايه. فالفن ده حاجه جميله، احساس. فلما احنا النهارده الفن بتاعنا يعود ان شاء الله، الفن الجميل والفن الراقي اللي مصر كانت يعني الدنيا. كان بيجي لنا الاستاذ فريد الأطرش، الاستاذه ورده، الاستاذه صباح، كل الدول العربيه عبد الحليم.
دول ولاد بلدنا. انا بتكلم على كمان الدول العربيه كان بينجذبوا انهم يجوا مصر يقدموا فنهم من خلال مصر. تمام. لان مصر المناره للفن في العالم العربي كله والشرق الاوسط. فيا رب ان شاء الله لما زي ما بقول لك كده الدولة إن شاء الله من خلال وزارة الثقافة تحط إيدها على الحاجات دي، إن شاء الله الفن يرجع، وإن شاء الله هتسمع الحاجات الجميلة كلها اللي حضرتك بتقول عليها واللي أنت مفتقدها وكل الناس مفتقدها. ان شاء الله عودة الزمن الجميل ويكون على ايدينا النقابة يا رب. والمطرب خالد بيومي. يا رب يا رب. نحب نسمع حاجة من الزمن الجميل من حضرتك. أقول لحضرتك حاجة. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي، وانا بشكي اليك منك، ده انا بشكي اليك منك يا حبيبي. لا في ماضي اقول لك كان ولا فاكره ولا نسيته، ولا في مرة جمعنا مكان عشان تدرى اللي قاسيته. بقلبي لك انا كلي وشغلك عني ايه قولي، بقلبي لك انا كلي وشغلك عني ايه قولي، ده انا بشكي اليك منك يا حبيبي. الله. طبعا محمد فوزي، نبرة الصوت العظيم الجميلة. محمد فوزي طبعا. برضه الاستاذ خالد واحد من المسؤولين على المشاكل اللي احنا فيها دي. برضه يقول لازم يحلها. ان شاء الله طبعا طبعا ان شاء الله. طيب شاء الله. نستأذنك يا استاذ خالد نسمع حاجة للشاعر حسام طبعا المتعب. طبعا شرف ليا شرف ليا. نكتب حاجه صغيره شويه. وفي لجنة تقييم معانا في الحلقة. نقول مثلا ماشي نجيب حاجه صغيره شويه. بعتني قول بكام، بعتني وبعت الغرام، جرحتني وبانتقام، وقلت لي اللي فات اوهام، حبيت حد غيرك وبنيت سد بينك، وما عدتش انا حبيبك وهسيبك للايام. ظلمتني ظلم كبير ورمتني انا في بير، قاعد حزين ضرير واصرخ واقول حرام. الجرح فيا كبير والدمع في عيني غزير، الجرح فيا كبير والدمع في عيني غزير، خيانة ملهاش نظير من كتر الآلام. الدنيا لفت بيا مش شايفة قدام عينيا، والرعشة مالية ايديا وراح مني المنام. قدرت ازاي تحرق، قدرت ازاي تحرق قلبي اللي كان مصدق، وتتجرأ وتقول وتنطق قسوة الكلام، وتطفي بإيدك شمعة كانت في يوم ولعة، وتطفي بإيدك شمعة كانت في يوم ولعة، نزلت عليها دمعة طفتها بسرعة أوام. وريتني شكل الضياع وشفت للبحر قاع، وحكايتي على المشاع، فقلت على الدنيا سلام. بعد ما دقت الخداع وعرفت مين اللي باع، مش هرد الصعب صاع، روح من غير ملام. بعتني قول بكام. بعت دي كلمات الشاعر حسام المتعب. ايه رأي حضرتك في الشاعر بتاعنا الجميل؟ والله عنده حاجات حلوه الحقيقه يعني واحساس بالكلمات. طبعا وبيتكلم في حاجات يعني بتمس الناس. لكن المضمون فيه من الزمن الجميل ولا؟ طبعا طبعا. ما هو بص اقول لحضرتك حاجه، يعني ما فيش في الارض تفحر ولا تمحر ولا الحاجات اللي احنا بنسمعها دي، يعني هو طبعا كلمات كلمات طبعا كلمات يعني جميله معبره، وياخدها بقى ملحن طبعا بيقعد لو في جمله او في كلمه مش ماشيه مع اللحن هو بيرجع له طبعا يقول له ممكن تغير دي بيغيروها وبتطلع بشكل محترم ان شاء الله للجمهور يعني. تمام يا فندم. ايه اخر اعمالك يا استاذ خالد الفنيه؟ هو اخر اعمالي انا عامل كليب اسمه خلص الكلام يا بشر. وانتهى وقت العتاب. كلمات والحان الفنان محمد حسني، وتوزيع الموسيقار احمد شاكر. وسجلناه يعني شركه الموناليزا الاستاذه المنتجه منال البربري.
صورته وبيتذاع على كل القنوات. ان شاء الله نهديه لكم ان شاء الله النهارده، ويبقى خاص على القناه عندكم يعني بتاعتكم. ده يعني ده اخر حاجه. لكن انا بجهز حاجات، بجهز اغنيه رايح بيها في شكل تاني شويه يعني أجمل. لا يعني انا قلت شعبي وقلت دراما وقلت يعني عندي كذا حاجه يعني، بس رايح لسكه كده يعني اخترت حاجه كده. مود جديد في الفن. كلمات الاستاذ مجدي عبد العزيز والحان الاستاذ محمد حمدي وتوزيع الاستاذ خالد الشاعر. يعني ستايلات اللي هي طالعه موضه، اللي هو الجيتارات، حاجه كده يعني مودياني في سكه جديده فيها من الغرب شويه. يعني فيها من الغربي وفيها يعني رتم سريع شويه، على اساس حفلات الشباب. انا بيبقى عندي حفلات كتير للشباب، بيبقوا هم حابين، يعني هي ما فيهاش كلام طبعا خليع، لكن هم بيبقوا حابين اللي هي الموسيقى الهاوس اللي هي فيها قطارات وفيها بيز وفيها ايقاعات كده وصاخبه يعني. فانا يعني عملت حاجه كده ان شاء الله بجهز لسه فيها، بحفظ فيها ان شاء الله. جميل. وان شاء الله نسجلها قريب ويعني نصورها وتظهر للجمهور قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. لكن اخر حاجه نازله لي كان في العيد، خلص الكلام يا بشر وانتهى وقت العتاب. طيب قبل ما نسمع جزء منها احب اسال حضرتك، انا شايف حضرتك دايما بتشارك في الحفلات القوميه او الكبيره اللي بتهم البلد عموما، يعني ليه كل المطربين ما يفكروش يشاركوا في كده؟ لا والله يعني انا دايما بوجه يعني رساله لكل المطربين. يعني التلفزيون المصري ما بيدفعش فلوس في اللقاءات او الاحاديث او حاجات زي كده. ف يعني ابص الاقي الناس بتصرخ هناك. فانا بقول للفنانين بتوعنا الجمال، يعني التلفزيون المصري كان له فضل على ناس كتير وتعرفوا من خلال التلفزيون المصري طبعا. فيا ريت يروحوا للتلفزيون المصري ويقوموه على رجليه. يعني التلفزيون المصري محتاج ان هو يعني يكون حاجه دفع لعمليه الانتاج قدام القنوات الخاصه وانتاجها والفلوس بتاعت والتنافس. يعني ما فيش مانع ان انت تعمل هنا وتعمل هنا، يعني حق الدوله عليك عشان ده التلفزيون المصري. نفس الموضوع الحفلات اللي هي الحفلات زي ما حضرتك بتقول، الحفلات يعني مثلا حفلات اكتوبر، حفلات تنصيب اتحاد طلاب، الحفلات دي بتعملها جامعات، بيبقوا طلبه حابين يفرحوا يوم تكريمهم او يوم بتشاركهم في فرحتهم. فلما يعني اما تروح انت تجبر بخاطر الناس دي وتقف معاهم وتشاركهم في فرحتهم في الحاجات اللي زي كده، طبعا ده حاجه كويسه. حفلات اكتوبر زي ما بقول لحضرتك، يعني مين النهارده ما عندوش دين في رقبته من جندي راح ضحى ودمه سال على رمله سيناء عشان خاطر انا اكون موجود النهارده، انا او انت او غيرنا يعني. فالنهارده يعني الحاجات دي انا شايف يعني الناس لازم تشارك، ولازم الفنانين المحترمين، عندنا فنانين كتير قوي محترمين واصوات يعني ملهاش مثال في الوطن العربي كله. لازم الناس دي تنزل تشتغل تاني. الناس اللي زهقوها، يعني الفنانين اللي هم زهقوا دول، زهقوا من الاغاني اللي موجوده او زهقوا من اغاني الافلام اللي موجوده او اغاني المهرجانات اللي موجوده. اغاني المهرجانات موجوده ولها ناسها وبتروح وبتيجي في وقت بسيط. اعتقد حضرتك رسالتك كده وصلت لجميع المطربين والفنانين. لازم ينزلوا ويشتغلوا ما يكسلش وما يعني ما يعني معلش استحمل وما تستناش المقابل. مصر محتاجانا والفن محتاجنا، والفن محتاج الفنانين اللي بجد هم يبقوا موجودين وهم اللي يبقوا على الساحه وهم اللي يشاركوا وهم اللي ينزلوا للناس في حفلاتهم وفي كل يعني الحاجات الجميله اللي طيب يا استاذ خالد، نختم لقائنا باخر اغنيه لحضرتك او اخر حاجه من اعمالك، مقطع صغير. طب انا هنسيب خلص الكلام يا بشر تسوعك ككليب. جميل. وهنقول حاجه من الحاجات بتاعتنا يعني. جميل جدا، اتفضل. الحزن علم فينا والظلم انتشر، ما بقتش دنيا يا ناس، بقت غابة بشر، عايشين بنجرح فيها وبناكل في بعض، والشر ده خصلة فينا يا ساتر عالبشر. ماتت الطيابة في قلوبنا يابا، والحب حالته يا ناس خطر. ماتت الطيابة
في قلوبنا يابا، والحب حالته يا ناس خطر. الحزن علم فينا والظلم انتشر، ما بقتش دنيا ناس، بقت غابة بشر. الله. دي من ألبومي انت مين انت، وبرضه متصوره كليب. نازله في السوق، نازله لا موجوده، دي موجوده اصلا. طيب احنا في نهاية لقائنا بنحب نشكر المطرب الجميل والفنان خالد بيومي لحضوره معنا في برنامج مواطن مصري. شكرا يا خالد بيه ونورتنا النهارده. حبيبي انت تسلم لي، وكل مشاهدينك الكرام وكل مستمعينك الكرام، كتر الف خيركم، ويا رب نكون كنا ضيوف خفاف ويعني على قلبكم ان شاء الله. شكرا ان شاء جزيلا الله. لذوقك. بنشكر الشاعر الكبير الاستاذ حسام المتعب على ما قدمه النهارده في برنامج مواطن مصري. شكرا لحضرتك. انا بشكركم وبشكر كل الناس المشاهدين شكرا. شكرا. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. ورجعنا لكم من الفاصل، وزي ما شفنا حلقتنا النهارده كان فيها مطرب جميل المطرب خالد بيومي والشاعر حسام المتعب. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. شكرا وإلى اللقاء. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة. النهارده معانا الدكتور صلاح زغلول، استاذ ودكتور القلب والضغط والاوعيه الدمويه. هيكلمنا النهارده عن مرض الجلطه، اعراضه وبدايه ظهوره. بنرحب بحضرتك يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو في الحقيقة اللي يهمنا ان الناس يبقى عندها معلومات عن جلطة القلب اللي بنسميه احتشاء عضلة القلب، ايه الاسباب وايه عوامل الخطورة وازاي هو يعرف ان هو عنده المشكلة دي عشان يبدأ يعالجها بسرعة. فطبعا هو نسبة حدوث احتشاء عضلة القلب كتير جدا في الناس اللي عندهم الضغط، الناس اللي عندهم سكر، الناس السمان جدا، الناس اللي هم ما بيمارسوش الرياضة ودايما طول حياتهم قاعدين في المكتب او العربية او طالع في الاسانسير. فكمان بالنسبة كمان للمدخنين، الناس اللي ما عندهمش نظام في الاكل او نسبة الدهون عالية عندهم جدا في الاكل، بيعلي الكوليسترول في الغالب. ده كله بيؤدي عوامل خطورة لحدوث احتشاء عضلة القلب. طبعا يهمنا كمان ان احنا ناخد بالنا من الاعراض او في البدايات. ممكن تيجي اي الم يجي من منطقة السرة لحد الفك السفلي، ده ممكن يكون اعراض من اعراض القلب. ممكن طبعا في اسباب تانية كتير ما تكونش القلب، لكن اهم حاجة واخطر حاجة ان يكون العرض ده هو بسبب انسداد شريان او قصور في شريان في عضلة القلب، والعيان بياخد مسكنات لفترات لحد ما الالم يشتد عليه مش قادر عليه، يبدأ يلجأ بعد كده للطبيب. فالمفروض اي الم في المنطقة دي بنحذر ان هو يكون بداية احتشاء في عضلة القلب، بالذات لو الالم استمر. لو الالم كان مصحوب بحاجات تانية زي مثلا مصحوب بنهجان، مصحوب باصفرار، مصحوب بعرق، مصحوب بهبوط شديد او انخفاض في ضغط الدم، مصحوب بضربات قلب عالية، يبقى لازم العيان بسرعة يروح لأي أقرب مستشفى أو أقرب دكتور وبيعمل رسم قلب ويقدر يشخصه ويوجهه للتوجيه السليم بعد كده. ممكن يجي العرض في صورة نهجان، ممكن يجي في صورة ألم في زي ما هو مشهور عند كثير من الناس، يجي في الدراع الشمال وفي الكتف الشمال، أحيانا يحصل في اليم اليمين، ممكن يجي في الدراعين، ممكن يجي في الصدر وفي الظهر. كتير جدا من الناس بيشتبه معاهم مرض الجلطة أو الذبحة على أنها التهابات في المعدة، يقعد يومين ثلاثة ياخد مضادات حموضة، ولما بيلاقيش نتيجة بيبدأ بعد كده يلجأ للطبيب، يكون الجلطة حصلت بقى لها فترة وما يعني مش هيستفيد قوي من العلاج لما يتأخر في العلاج. كمان من ضمن الحاجات المهمة ان الواحد بيسارع اتخاذ خطوات سريعة تجاه العلاج. في العلاج ممكن يكون بقسطرة فورية، ممكن يكون بمذيبات للجلطة، لأن ده حسب الوقت اللي هو هيقدر يوصل فيه للمستشفى بسرعة. كل ما يوصل بسرعة
كل ما يبقى العلاج انجح، وكل ما يبقى النتائج العلاج تبقى انجح. بعد كده العيان او اي حد لازم يهتم بان هو يعالج عوامل الخطوره، زي التدخين طبعا لازم يمتنع عنه نهائيا. لازم يمارس جزء من الرياضه زي الدكتور ما يقول له. لازم يحافظ على العلاج بتاعه باستمرار، ان كثير من الناس او من المرضى بيفكر ان علاج الجلطه ده مجرد هو وقتي وخلاص، وبعد كده يجي بعد فتره نبطل علاج وتحصل نوبه تانية. لكن لازم يعرف ان علاج الجلطه ده هيبقى علاج مستمر مدى الحياه، حتى لو عمل قسطره، وحتى لو ركب دعامات، وحتى لو غير شرايين، لابد يستمر على انواع من العلاج عشان تمنع حدوث النوبات دي مره تانية بعد كده. طبعا برضو لازم زي ما قلنا بنأكد انه يمنع التدخين، ينظم اكله، يمارس جزء من الرياضة، يستمر على العلاج بتاعه. لازم برضو ينظم حياته، يتجنب التوتر والنرفزة الشديدة، ولان كل دي من عوامل الخطورة اللي بتؤدي الى حدوث قصور الشرايين والجلطة والمضاعفات الصعبة اللي هي احيانا يبقى نتائجها مش كويسة بعد كده لما بتأخر في العلاج. وشكرا جدا. بنشكر حضرتك يا دكتور، أستاذ القلب والضغط والأوعية الدموية. كان معكم سمر حمدي.